صباح الخير. تعالوا بينا نروح مع بعض لتركيا. زي ما عودتكم ان احنا بنلف حول العالم، النهاردة هنشوف ثقافة جديدة وسيدة جديدة من تركيا. تعالوا نشوف نظامها في البيت عامل ازاي، وهتبتدي تعمل ايه، وقد ايه البيت بتاعها هيحسسكم بالدفء كده، وهيحسسكم ان هو بيتكم بجد. فعلا سيدة جميلة شيك جدا، رقيقة جدا، كل روتينها في البيت يفتح النفس. هتشجعك قوي انك تقومي كده بمهام في البيت. تعالوا بينا نشوف الأول طريقتها في تخليل الزيتون لرمضان. الأول جابت الزيتون وغسلته كويس جدا، وبعد كده بتخبطه خبطة كده اللي هو ايه، تكسره علشان يتخلل، تخرج المرارة اللي بتبقى فيه، يدخل جواه المية المملحة كده ويتخلل بسرعة. حطيته في البرطمانات وحطت عليه المية المغلية، وده نوع تاني برضو من الزيتون بيبقى ملون شوية كده، بتعمله بنفس الطريقة. ستات البيوت الشاطرة هتعرف بقى أنواع الزيتون، وإيه اللي بتخلل، وإيه اللي بتعمل بسرعة، وإيه اللي بياخد وقت طويل. طبعا معانا هنا ستات زي السكر كده وعارفين كل حاجة، وستات بيوت شاطرة جدا، فهيعرفوا أنواع الزيتون الموجود في الفيديو. تعالوا نشوف كمان هنا يعني وقت الجنونة بقى اللي بتطلع علينا كده، ونقوم منزلين الدولاب كله ومنزلين الهدوم كلها، وبعد كده نقعد جنبها بقى نعيط، نقول ايه اللي احنا عملناه في نفسنا ده. بتاخد بقى مننا وقت طويل على ما نرجع ترتيب الحاجة. بصوا، هدم الحاجة وبهدلت الحاجة سهل قوي، لكن انك ترجعيها تاني زي ما كانت واحسن بتاخد مننا مجهود جبار. هي هنا نزلت كل الدولاب، وتقريبا كانت بتغير بقى اللبس الصيفي واللبس الشتوي. ابتدت تلمع الغرفة كلها زي ما انتم شايفين، تلمع الارضيات وهتلمع الابواب، كل حاجة. قد ايه الروتين بتاعها مشجع جدا، وهيشجعكم ان انتوا تقوموا كده تنظفوا البيت، تعملوا شغل البيت كده بكل طاقة ايجابية وبكل بساطة. زي ما انتم شايفين هي اصلا عسولة خالص وسكرة كده، وعجبتني قوي رقتها وعجبني شغلها. حسيت ان كل حاجة في ايدها سهلة ما شاء الله عليها. بتعطر بقى الدولاب بتاعها وبتعطر الغرفة بعد ما مسحتها. التعطير ده فعلا بيفرق في النفسية، واي روايح حلوة بتخلي يومك جميل، بتخلي يومك حلو. كانت هنا بتحاول ان هي تشيل اللبس بقى اللي ما بقتش محتاجاه، وتنظم الدولاب تنظيم كويس. وفجأة لقت نفسها في وسط الملابس كده، عاملة زي اكنها في السوق بالظبط. ابتدت تدعي ربنا ان ربنا ييسر امرها كده وتخلص بسرعة. وبعد كده ابتدت تفرز الملابس اللي هي مش محتاجة لها. احنا لازم نعمل موضوع الفرز ده بين كل موسم وموسم، موسم الصيف وموسم الشتاء. لو لقيتي فيه لبس بيتكرر معاكي في المواسم كلها وانتي مش بتلبسيه، خلاص خرجيه، لان ده بيعمل تفاصيل اكتر في الدولاب وكده. وبنضطر ان احنا مع كل تنظيف ننظف حاجات احنا مش بنستعملها، وبتبقى كراكيب على الفاضي. احسن حاجة ان بين السيزون والسيزون ان انتي تعملي جرد للملابس، وتخرجي الملابس اللي انتي مش محتاجة لها بنية الصدقة، وبنية ان انتي بتتصدقي عن حالك، فربنا يكرمك ان شاء الله بالاحسن والاحسن. وكمان انتي بتخفي تفاصيل عنك. الملابس كل سنة عن التانية بيطلع حاجات جديدة، الاوزان بتاعتنا بتختلف كمان، في ناس بتخس، في ناس بتزيد، فبيبقى في حاجات اوريدي خلاص ما بقتش تنفعنا، ففي ناس اولى بيها وناس تستفاد بيها. هنا كانت طلعت اللبس الشتوي، شالت اللبس الصيفي في الشنط اللي هي بتاعت حفظ الملابس دي، حلوة جدا. شالت بقى اللبس اللي هيخرج في اكياس كده، ده اللي هي هتستغنى عنه. وهنا كانت المهمة خلصت. تعالوا بينا كمان نشوف التراكوة، مشهورين قوي في صناعة النودلز او المكرونة. بيعملوها بطريقة صحية، بيضيفوا ليها البيض واللبن، وكمان بيعملوها بنكهات مختلفة زي مثلا البنجر، زي السبانخ. يضيفوا عليها حاجة كده اسمها شوربة الترهانة، بيبقى لونها اصفر كده، بيلونوا بيها النودلز بطريقة حلوة قوي. زي ما انتم شايفين دي الآلة اللي هي بتصنع فيها المكرونة. انا كنت شفتها بقى ناس بتعملها بكميات كبيرة قوي في الريف، وبيبيعوها بالكيلو كده، وعاملين سايتس كتير بيبيعوا فيها الحاجات دي. هم مشهورين بها جدا وشاطرين جدا فيها. بتبتدي ان هي تدخل العجين في الآلة دي، تعمل له عملية فرد كده، وتخلي سمكه رفيع قوي، وبعد كده بتدخله في الاتجاه التاني من الآلة، ان تقطعها بقى تاخد شكل النودلز او شكل المكرونة زي ما انتم شايفين كده. حلوة قوي الفكرة. كمان عندهم الاطفال بيحبوها قوي، غير ان هي صحية، يعني ضايفين ليها مواد عاملة لها قيمة غذائية عالية.
شوفوا عملت اللون الاصفر وعملت الاحمر. شفت ناس كمان بتضيف السبانخ ليها وبتضيف الجزر، بيضيفوا كده بودرة اسمها بودرة الترهانة بيعملوا منها الشوربة تخليها برضو لونها اورنج، فبيعملوها بنكهات كتيرة جدا. بعد ما خلصت كده المكرونة تعمل طبعا الاكل النهاردة من المكرونة اللي هي عملتها، وابتدت كمان تنظف الاول مكان الدقيق واثار الدقيق والعجن والحاجات دي كلها. تعالوا نشوف هنا روتينها داخل غرف النوم عندها. ابتدت بغرفة اولادها وبعد كده غرفة النوم، وشغلت المكنسة الروبوت تساعدها. حلوة قوي فكرة المكنسة دي، بجد نفسي اجيبها وان شاء الله هي في الخطة الجاية. دخلت على المطبخ تخرج الاطباق من غسالة الاطباق ونظفته، وهتبتدي ان هي تمسحه. مهم جدا طبعا مكان الاكل والشرب ان هو يتنضف تنظيف كويس جدا، كمان علشان ما تراكميش على نفسك. خلي بعد كل طبخ انك تسيبي المطبخ نضيف زي ما تدخلي فيه تخرجي منه، مش هتحسي بقى ان في كركبه. مجرد بس ما حد يدخل يعمل كوبايه شاي، يعمل ساندوتش، يعمل اي حاجه بسيطه كده، تحسي ان الحوض بيتملي مواعين. لما يبقى فيه تنظيف اول باول فده هيساعدك انك تكون حياتك اسهل، ويكون مفيش كراكيب كتير ومفيش شغل عليكي متراكم. زي ما انتم شايفين منتهى النظافه ومنتهى الترتيب، ومهتمه جدا بتعطير البيت كمان. بعد ما بتخلص بتقعد تكتب الملاحظات اليومية اللي هي هتعملها، وبتجهز الفطار والمشروب بتاعها وتقعد تفطر. تعالوا كمان نشوف الفكرة دي. هي حبت تغير البوتس بتاعة الزرع، فجابت البوتس دول كده وهتغير تقريبا شجر طبيعي، تشيله دلوقتي وتغير. عملت فخامة في الموضوع كده، تغيير البوتات كده بتاعة الزرع دي فعلا نقلت الزرع في حتة تانية خالص. الشكل اخد فخامة الفلل كده، يعني اتنقل من شجر عادي تحس ان هو الشجر موجود في بيت فخم جدا. فعلا غيرت الشكل تماما، وبغض النظر عن انه بهدل الدنيا، بس كل ده هي هتنضفه دلوقتي. جابت طبعا تربة جديدة اللي هو تربة بتاعة الزرع يعني، وزودت ده علشان الزرع ما يموتش، ونقلت كل الزرع اللي عندها في البوتات الفخار. شكل الفخار او السيراميك او الجرانيت ممكن يكون مقاوم للمية، يعني ان هو ما يجرالوش حاجة. بعد ما خلصت بتلمع الزرع من اي اتربة جت عليه وتنضفه كده وتعتني بيه. مهم جدا العناية بالزرع بعد النقل دوت علشان الجذور بتاعته ما تموتش وكده. تعالوا كمان نشوف التغيير اللي هي عملته. غيرت الظهر بتاع السرير دوت، وجابت الظهر الخشب ده. ذوقها رقيق وبسيط جدا، بتحب الستايل البوهيمي او البوهو. الخشبيات مع اللون الابيض بيخلي البيت فيه دفء كده، دائما تحسوا البيت اللي على النظام البوهيمي ده بيت دافي. الخشبيات عموما بتخلي البيت ياخدكوا في حتة كده حنينة شوية. عاوزة اقول لكم ان هي نقلت بيت جديد من فترة، فالمتابعين بتوعها مش متقبلين خالص البيت الجديد، وقالوا لها ان بيتك القديم كان فيه روح تانية خالص، وكنا بنحس فيه بالدفء وانه بيتنا كلنا. لكن لما نقلت بيت جديد بقت شبه ناس كتير عندها البيوت دي. عارفين البيوت الهاي دريسنج والمطابخ الهاي والحاجات العالية جدا؟ البساطة اللي في بيتها والروح والدفء اللي موجود اللي تحسسك ان هي شبه بيوتنا كلها ما بقتش موجودة، فبقت شبه بيوت كتير قوي. لكن البيوت بتاعت الناس البسيطة فعلا مميزة ومختلفة، فمحدش متقبل البيت بتاعها الجديد. هنزل لكم طبعا المقاطع بتاعة البيت بتاعها الجديد، وانتوا نفسكم هتحسوا لا ان البيت القديم له رونق تاني خالص. هي هنا بتجهز بقى مخللات، عملت مخلل الخيار وهتعمل صلصة الطماطم. ما شاء الله عليها شاطرة جدا. ابتدت تعمل صلصة الطماطم، بتقول ان هي تنفع للبيتزا تنفع للاكلات. حطت عليها توم وحطت عليها فلفل احمر بعد ما شوته وقشرته كده، وهتبتدي تعبيها في البرطمانات. زي ما انتم شايفين البرطمانات معقمة جدا. عملتها صلصة بيور كده، وعملت كمان مخلل الخيار. بعد ما عقمت البرطمانات كويس جدا ابتدت تعبي الصلصة فيها وهتكفيها على وشها كده، بحيث ان هي تعمل التكة بتاعة الامان. جابت كمان الذرة الحلوة وفرزتها للشوي. هنا كمان هتعمل الهريسة بتاعة الشطة، وهتخلل البامية. اول مرة اشوف مخلل البامية ده، بس تعالوا نتعرف على الطريقة مع بعض. طبعا هتعمل الهريسة بتاعة الشطة، حطت طماطم على شطة حمراء وشطة خضراء وحطت الثوم، وهتعمل الهريسة بس هما هنا بيغلوها بيدوها غلوة. وكمان هتعمل مخلل البامية،
وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا بالمشاهدة، وكمان تقولولي انتوا بتتابعوني منين وايه اكتر حاجة عجبتكم في فيديو النهاردة. ان شاء الله انتظرونا فيديوهات جاية كتيرة وثقافات كتيرة من حول العالم. هنلف مع بعض العالم كله وهوريكم ثقافات مختلفة لسيدات مختلفة، وان شاء الله تستفادوا وتستمتعوا معايا بالمشاهدة. كانت معاكم صافي من قناة سندريلا هوم. اسيبكم في رعاية الله وامنه، وباي باي.